دي بجد اللي يتقال عليها عدت مرحلة اللذاذة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الوصفة اللي مكسرة الدنيا اليومين دول. تعالوا نعمل القشطوطة او كيكة الحليب التركية، التريليتشيا، المسخسخة، كيكة الحليب والكراميل زي ما بتسموها. المهم ان هي في الاخر من احلى الكيكات اللي ممكن نعملها. هو اصلا الميكس بين الكيكة الغرقانة حليب والكريمة والكراميل حاجة كده تحفة. ما تنسوش بقى لايكات كتير للفيديو، وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك باسم مطبخ اونلاين نرمين علي. يلا نسمي الله ونبدأ على طول في وصفتنا. هنبتدي اول حاجة بتجهيز الكيكة. اول حاجة عملتها جبت كوباية ونص دقيق متعدد الاغراض، حطيت كوباية ونص بالكوباية المعيارية، وحطيت عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر او باكت 16 جرام. نخلت الدقيق والبيكنج باودر مع بعض كده وقلبتهم تقليبة، وهخليهم دلوقتي على جنب. وده الخليط الجاف بتاع الكيكة. في بولة تانية هنعمل الخليط السائل، وهو عبارة عن 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وحطيت عليهم معلقة كبيرة فانيليا سايلة علشان الكيكة دي محتاجة ريحة قوية من الفانيليا، فأفضل حاجة تستخدميها هي الفانيليا السايلة. ضربت البيض شوية لوحده كده في الأول، بعد كده حطيت عليه 3/4 كوباية سكر، سكر أبيض حبيبات عادي، ورشة ملح صغيرة قوي. ونفضل نضرب فيها شوية حلوين، وندخل فيها هوا كده لحد ما ترتفع ولونها يفتح وقوامها يبقى شبه الكريمة كده. بعد كده حطيت عليهم معلقة كبيرة خل أبيض علشان زفرت البيض، والخل كمان له مفعوله السحر مع الكيكات والمعجنات، بيخليها هشة ولونها فاتح وطرية كده. بعد كده حطيت نص كوباية زيت، وفي المرحلة دي نخفق بالراحة وعلى سرعة تكون متوسطة، يدوب خلط بس مش كتير، يدوب اتأكد ان الزيت اتخلط علشان الهواء اللي في الخليط ما يطلعش. وحطيت نص كوباية حليب، ويدوب برضو خلط بسيط كده زي ما عملت مع الزيت علشان ما نطلعش الهواء اللي في الخليط. وبعد كده هننزل الدقيق بالتدريج، نحط معلقة بمعلقة، واحنا بنخلط برضو بالراحة علشان الهواء ما يطلعش، وبنخلط برضو على سرعة متوسطة. طيب لو انتي عايزة تعمليها وما عندكيش مضرب، اعملي كل الحاجات السائلة في الخلاط، وبعد كده ضيفي عليهم الدقيق معلقة بمعلقة، وقلبي بالويسك العادي بتاعك خالص اللي هو المضرب اليدوي. بصوا، هي الطريقة الأصلية بيعملوا الكيكة أسفنجية من غير حليب ولا زيت، بس علشان لو حد مستصعب الكيكة الأسفنجية دي سهلة جدا ومضمونة وما بتهبطش أبدا. وأول الدقيق ما يختفي هنوقف ضرب علشان الهواء ما يخرجش من الخليط. بعد كده حضرت القالب، أنا هنا هستخدم قالب بايركس ودهنته بدهنة من الزيت. وعلى فكرة أحسن حاجة لتسوية الكيك هي الصواني الألمونيوم، أنا هنا بس استخدمت البايركس عشان التصوير. وهنزل الخليط في البايركس واخبطه كده كام خبطة علشان تطلع اي فقاعات هوا جوه الكيكة، علشان الكيكة تبقى ناعمة من جوه كده وما فيهاش اي فتحات. وندخله على فرن ساخن على درجة حرارة 180. بنسخن الفرن من قبلها ب10 دقايق. هنحط الصينية على الشواية في الرف اللي في النص، والنار هنشغلها من تحت بس، ونسيبها تاخد وقتها لحد ما تستوي، حوالي من 30 ل35 دقيقة. المهم لما نحط عصاية الشيش طاووق في النص كده تطلع نضيفة تماما. ونختبر التسوية من نص الكيكة مش من الأطراف، لأن النص هو آخر جزء بيستوي في الكيكة. سبت الكيكة تبرد شوية، وبعد كده قلبتها وسبتها على جنب لحد ما تبرد خالص. شوفوا قد ايه طرية وهشة، بجد تحفة. تعالوا نعمل التشريبة اللي هنسقي بيها الكيك. ممكن نخليها اقتصادية خالص، وممكن نزود فيها زي ما احنا عايزين ونخليها غنية أكتر. أنا حطيت 3 كوبايات حليب، وعليهم معلقتين كبار سكر، ورشة فانيليا، نص معلقة صغيرة فانيليا، وحطيت عليهم نص كوباية حليب بودرة. والحليب البودرة هنا اختياري، ممكن تستغني عنه وتكتفي بس بالحليب السائل. المفروض الكيكة دي بتتسقي ب3 أنواع من الحليب، بس علشان ما تبقاش مكلفة قوي أنا استخدمت نوعين، الحليب السائل والحليب البودرة. ولو عندكم حليب محلى مكثف ممكن تحطوا منه كمان. ممكن تكتفوا بالحليب السائل بس والسكر ورشة الفانيليا وهتطلع برضو تحفة. قلبت الكيكة، خليت الناحية اللي تحت فوق علشان بتبقى مستوية أكتر، وخرمتها كده بعصاية الشيش طاووق علشان نسقيها بالتشريبة اللي احنا عملناها. هنسقي الكيكة بالحليب واسيبها في التلاجة تتشرب لحد ما اجهز الكريمة. استخدمت الكريمة كوباية كريم شانتيه خام بودرة من غير سكر، وعليهم كوباية حليب ساقعة متلجة أو كوباية مية ساقعة متلجة، ومعلقتين سكر ورشة فانيليا. وهفضل اضرب فيهم لحد ما قوامهم يتقل كده ويبقى قوامهم متوسط، مش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. هنا وانا بضرب حسيت ان هي عايزة شوية حليب كمان، زودتلها.
علشان الكريمة طبعا أنواع وكل نوع بيختلف في كمية السائل اللي بيحتاجها، فانتي حطي مية متلجة أو لبن متلج كده بالتدريج لحد ما توصلي للقوام اللي انتي عايزاه، بيبقى كده متوسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هفرد عليها الكريمة واسويها كويس علشان تبقى طبقة متساوية قبل ما نحط عليها صوص الكراميل. وطبعا طبقة الكريمة سمكها زي ما تحبوا يرجع لكم، ممكن تقللوها أو تزودوها عن كده. وهبدأ أساوي الكريمة بالشكل ده وأظبط سطحها من فوق كده. معايا السكريبر بتاعي أو أي أداة عندي في المطبخ بشطفها بالمية كده كل شوية، وهي مبلولة برجع أسوي بيها الكريمة كده بتتسوى معايا بكل سهولة. بعد كده أحطها في التلاجة بقى لحد ما أجهز صوص الكراميل. معانا كوباية سكر أبيض فاتح، نوزعها كده في حلة أو في طاسة، ويفضل تكون معدن علشان يبقى لونها فاتح، علشان نقدر نشوف الكراميل وما تحرقش مننا ولونه يغمق من غير ما ناخد بالنا. وهجهز معايا هنا نص كوباية مية وهدوب فيها معلقة صغيرة نشا، هنجهزها كده ونخليها على جنب معانا. وهناخد السكر نحطه على نار هادية، ومش هنقلبه خالص ولا هنيجي جنبه لحد ما السكر يبدأ يدوب كده من الجوانب ومن تحت. بعد كده هبدأ أقلبه علشان ما يتحرقش من تحت وطعمه يمرر. نفضل نقلب فيه بالراحة كده لحد ما نتأكد ان السكر داب تماما، وما خليش اللون يغمق قوي علشان طعمه هيمرر ويبوظ كل الوصفة معاكي. نصيحة، لو الكراميل لونه غمق قوي معاكي واتحرق ارميه وما تكمليش بيه الوصفة علشان طعمه هيبقى مرر ويبوظ كل الكيكة معاكي. ولما اتأكد ان السكر داب تماما حطيت عليه معلقة كبيرة زبدة، وهديت النار كده علشان ما يتحرقش ويغمق مني. ونقلب الزبدة كده لحد ما تسيح. بعد ما الزبدة ساحت نزلت عليهم كوباية من الحليب، والحليب يكون دافي مش ساقع قوي ولا ساخن قوي، يدوب دافي كده علشان الكراميل ما يحجرش ويكلكل معاكي. هتبداي تقلبي فيه على نار هادية، هيبدأ يفور ويغلي كده، وبعد كده الكراميل هيحجر شوية صغيرين. تقلبي فيه باستمرار لحد ما الكراميل يدوب كله كويس. وبعد ما اتأكدت ان الكراميل كله داب كويس هنزل عليهم نص كوباية المية اللي دوبنا فيها معلقة صغيرة نشا. قلبتهم مع بعض كويس واسيبهم يغلوا غلوتين، وبعد كده هطفي النار واسيبه يبرد تماما. وده بيكون قوامه بيلمع كده وجميل وناعم، مش محبب ولا مخرز. لو خرز معاكي ارفعيه من على النار واضربيه بالهاند بلندر، هتلاقيه ناعم معاكي تاني. بعد كده نوزع الكراميل على الكريمة ونفرده على وش الصينية كلها. وكنت شايلة على جنب معلقتين من الكريمة، خفيتهم كده بمعلقة حليب وحطيتهم في كيس حلواني، وعملت خطوط بالكريمة فوق صوص الكراميل. بس سامحوني بقى، الموبايل عملها فيا وما كانش صور اللقطة دي. زي ما قلت لكم حطيت معلقتين من الكريمة في كيس حلواني، وعملت خطوط كده بالكريمة فوق صوص الكراميل. بعد كده جبت خلة أسنان أو عود شيش طاووق أو سن سكينة رفيعة، ومشيت على الكريمة كده نعمل خطوط، خط رايح وخط جاي علشان تدينا الشكل الجميل ده. يا رب تكونوا فاهمين قصدي. ونسيبها بقى في التلاجة ساعة أو اتنين كده أو نص ساعة في الفريزر. عايزة أقول لكم بقى بجد تحفة، حلوة قوي، جربوها هتعجبكم جدا. الكيكة رطبة قوي من الحليب وتحس انك بتاخدي القطمة كده بتدوب في بقك. بصوا بقى فظيعة من الاخر. مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنسوش بقى لايكات كتير، وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك باسم مطبخ اونلاين نرمين علي. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنت معاكم نرمين علي. سلام عليكم.